فيلا الطيور في منطقة آثار قوم الدكة. شفنا في المنطقة هنا مسرح وحي سكني وشفنا مدرسة، هنا كمان فيلا. يمكن تركز الأنشطة كلها في مكان واحد يرجع لأن احنا موجودين حاليا في داون تاون العاصمة، احنا موجودين حاليا في وسط البلد زي ما بيقولوا، فعشان كده شفنا كل الأنشطة وكل الفئات عايشين في المكان ده. يتبقى لينا ان احنا نعرف كمان ان دي فيلا. تعالوا بقى نتفرج على تفاصيلها. الفيلا دي كانت عبارة عن دورين، وكان الأجزاء اللي حضراتكم شايفينها دي كانت معلقه في السقف، فده كان زي يعني كورنيشه في السقف زي ما بنعمل دلوقتي. وكان فيها كمان اجزاء ملونه. طبعا الكلام ده كله تم يعني اكتشافه في المكان هنا، بس ده حليه للسقف. الفيلا زي ما قلنا كانت عباره عن طابقين، كان فيها نوافذ كده. طبعا اتسمت فيلا الطيور على اساس الجداريه اللي موجوده في الارض، الجداريه بقى نقول الارضيه بالفسيفساء، فيها اشكال الطيور، الطاووس، بغبغان، اشكال طيور مختلفه. طبعا ما كانش فيه بغبغان في مصر، البغبغان في يعني موطنه افريقيا، ده يدل على ان اسكندريه كانت ليها علاقات تجاريه متراميه الاطراف، كونها مركز تجاري عالمي. دي ارضيه برضو ترحيبيه مكتوب عليها كلمه باليونانيه معناها اهلا وسهلا. كمان هنا نقدر نشوف غرفة من الفسيفساء اللي فيها، وده كان بيتعمل زي السجاد كده النهارده، ودي الازايز اللي كانت بتتملى ميه او مشروب. هنا بقى غرفه المعيشه، وبتسمى غرفه الثلاث ارائق لان الفسيفساء اللي في الارض اللي على شكل حرف يو كان كل جنب بيتحط فيه اريكه، والطعام كان بيبقى في المنتصف. تابعوا معانا كل جديد وجميل من كنوز واسرار اسكندريه زمان ودلوقتي. اخوكم مراد محمود.